السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا في كبجمتوتا هردفتوتا كي ياكم جرتنا فيا سنجيشا إذا بقرب بتسنينجه وربرنا كبره الدو ور أمتو كنا وجيني يدرب بنها قدو إذا أمانتنا خرج الرسالة يا أجرا مسجد قد يمن بكما أشخاص سلاني سندا وشي سودنا هنگت مراتي نفانا ترى. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، في البداية نبارك التي لها دلالاتها المهمة كمناسبة إسلامية تأتي تتمة لأيام مهمة لها قيمتها عند الله سبحانه وتعالى، حيث هي تتمة لأيام العشر التي أقسم الله والفجر وليال العشر. هذه المناسبة المهمة لها دلالات مهمة وتربطنا بالحرام أو ما يتعلق بالكعبة المشرفة أو ما يتعلق بنبي الله إبراهيم صلوات الله عليه، ونحن نستحضر في هذه المناسبة دلالتين مهمتين. الدلالة الأولى فيما يتعلق بالتضحية والتسليم لله تذكرنا بحادثة مهمة لها أهميتها ونحتاج إليها في هذا العصر بشكل أساسي في مواجهة الأحداث والمتغيرات الكبرى. إنها رؤيا نبي الله إبراهيم صلوات الله عليه التي حكاها الله سبحانه وتعالى لنا. نبي الله إبراهيم هذا النبي العظيم الذي كرم الهجرة من قومه وعلى
الصابرين، ورضي الله عن اصحابه الاخيار من المهاجرين والانصار. اما بعد، ايها الاخوه المؤمنون، المهمه في هذه المناسبه هو التكبير لله مع الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا واولانا مرحبا. الانعام. من الاشياء المهمه في هذه المناسبه المباركه عيد الاضحى، في هذه المناسبه لصله الارحام والتوسعه على الاهل وزياره الارحام والتكافل. كذلك من الاشياء المهمه ذبح الاضاحي على واحد جاي معه يقبر في الجامع، انا صبح الجامع صلوات الله عليه وعلى اله. فلا يجزي من الاضحيه دون السبع من الضعف، فان له سنتان، وهذا من النهر والبدن. اما من الابل فما تم له 5 سنوات. ومن الابل هذا اليوم الى اخر دابين ولا تجزي العربيات ولا تجي لكم.